أهلا بكم. أنا يمنى وده بودكاست طمأنينة، مساحة أمان وسط كل القلق. لو كنت سمعت حلقة العادات يمكن كنت سألت نفسك سؤال مهم: ليه بنبدأ عادات جديدة بحماس لكن بعد شوية بنرجع لنفس العادات القديمة؟ نبدأ الرياضة ونوقف، نبدأ قراءة ونوقف، نبدأ عادة كويسة وبعد فترة تختفي. فتقول لنفسك يمكن المشكلة في الإرادة، لكن الحقيقة المشكلة غالبا مش في الإرادة، المشكلة في فهمنا لفكرة الاستمرارية. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن العادات وزي العادات الصغيرة بتشكل حياتنا، لكن الحقيقة إن العادة مش أهم خطوة. أهم خطوة هي إنك تستمر. في كتاب اللي أنا ذكرته المرة اللي فاتت اللي هو The Atomic Habits، الكتاب بيقول فكرة بسيطة جدا ولكنها ممكن تغير حياتك. بتقول إن التغيير الكبير في حياتنا نادرا ما يأتي من قرارات كبيرة، لكن يأتي من عادات صغيرة جدا بتتكرر كل يوم. حياتنا في النهاية هي نتيجة الأشياء الصغيرة اللي بنعملها باستمرار. احنا عادة بنفكر بطريقة مختلفة، بنقول لو عايز أغير حياتي لازم أعمل تغيير كبير، أبدأ نظام كامل، أقرأ ساعة يوميا، أتمرن تمرين قوي. لكن الحقيقة إن العقل مش بيحب التغيير الكبير المفاجئ، العقل بيحب الأشياء السهلة البسيطة. عشان كده معظم الخطط الكبيرة بتفشل بسرعة، مش لأننا ضعفاء، لكن لأن الحجم كبير جدا علينا. في نفس الكتاب اللي هو The Atomic Habits في فكرة اسمها قاعدة 1%. لو تحسنت فقط 1% كل يوم، بعد سنة الفرق بيكون ضخم جدا. التغيير الصغير بيتراكم. وفي أيضا فكرة من كتاب تاني اسمه The Compound Effect. الكتاب بيتكلم عن فكرة اسمها التأثير المركب، زي الفايدة المركبة في المال. يعني لو بتحوش مبلغ صغير كل شهر باستمرار، مع الوقت الرقم ده بيتحول لرقم كبير. نفس الفكرة بتنطبق على حياتنا. القرارات الصغيرة اليومية هي اللي بتصنع الفرق الحقيقي. خلينا ناخد مثال بسيط جدا. لو قررت تبدأ بذكر صغير وقلت لنفسك أنا هقول سبحان الله 10 مرات فقط كل يوم، الرقم صغير جدا، لكن مع الاستمرار العقل بيبدأ يتعود، الذكر بيصبح أسهل، ومع الوقت تلاقي نفسك بتقول الذكر ممكن توصل لحتى 100 مرة بدون ضغط. العادة الصغيرة كبرت بسبب الاستمرارية، وده شيء جميل جدا لأن الفكرة دي موجودة في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني العمل الصغير لكن المستمر أعظم من العمل الكبير اللي بيحصل مرة واحدة. طيب هو احنا ليه بنتوقف؟ ليه ببدأ العادة وفجأة بلاقي نفسي وقفت؟ في أسباب نفسية بتجعل الاستمرار صعب. أول حاجة الحماس المؤقت. الحماس جميل لكن غير ثابت. اليوم أنا متحمس، بكرة أنا مش قادر. فلو اعتمدنا على الحماس فقط هتلاقي نفسك مش قادر تستمر في العادة دي. فلازم تفهم إن العادة دي أنت بتعملها حتى لو أنت مش متحمس. تاني حاجة المثالية. نقول أنا لو عايز أقرأ يبقى لازم ساعة، لو هتمرن يبقى لازم تمرين كامل. لكن لما ما أقدرش أعمل المثالي أروح قايل أنا هسيب كل حاجة. تالت حاجة جلد الذات. أحيانا بنتوقف يوم أو يومين فتقول خلاص أنا فشلت، أنا مش هعرف ألتزم بالعادة دي. لكن الحقيقة التوقف يوم طبيعي، المشكلة ليست في التوقف، المشكلة في عدم العودة. الاستمرارية لا تعني أنك لا تتوقف، الاستمرارية تعني أنك تعود كل مرة تتعب وترجع، كل مرة تقع وتكمل. النجاح في الحياة نادرا ما يأتي من لحظة كبيرة، النجاح يأتي من قرار صغير بيتكرر كل يوم، عادات صغيرة لكنها تتراكم ببطء حتى تغير حياتنا بالكامل. يمكن الشيء اللي هيغير حياتنا مش خطوة كبيرة لكن عادة صغيرة نختار إن احنا نكررها كل يوم. ابدأ اليوم بشيء بسيط، صفحتين قراءة، 5 دقايق تتعلم فيها حاجة جديدة، أو حتى ذكر صغير. مع الوقت هتكتشف إن الأشياء الصغيرة اللي انت كنت بتستهين بيها هي اللي صنعت الفرق. لو حسيت إن الحلقة دي ممكن تساعد حد، شاركها مع شخص يمكن يحتاج يسمعها النهاردة، لأن أحيانا فكر صغيرة في وقت مناسب ممكن تغير حياتنا كامل.
شكرا إنكم كنتوا معايا، وأشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست طمأنينة، وخلي بالك من قلبك.